السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا مع المحاضرة السادسة عشر من سلسلة المحاضرات المدنية بتاعتنا. إحنا هنتكلم في المحاضرة دي عن حاجة مهمة أوي وهي البرنامج المصري للغة والتخاطب، وهنتكلم إزاي تشتغل مع ابنك تخاطب في البيت، هنتكلم في التخاطب في المركز، هنتكلم إزاي تشتغل في الجلسة تخاطب. تمام كده؟ الناس اللي معانا في البث تبدأ تخش الصوت. يلا يا جماعة نبدأ نخش عشان نبدأ المحاضرة. طيب، بصفة عامة الطفل اللي بيجيلك تخاطب بيجيلك تخاطب ليه؟ أو بيبقى محتاج إيه؟ أو بيبقى عايز إيه عشان يجي تخاطب؟ حاجتين. لا إما الطفل تأخر نمو لغوي، يعني الطفل أوريدي بيتكلم بس الحصيلة اللغوية بتاعته أقل من أصحابه أو أقل من أقرانه، يعني مثلا طفل عنده 7 سنين الحصيلة اللغوية بتاعته 3 سنين 4 سنين، ده عنده مهارات اللغة. أهلا وسهلا بك يا دكتور محمد، أهلا وسهلا. تمام؟ ده عنده مهارات لغوية ولكن أقل من سنه. وفي طفل تاني ما عندوش أصلا لغة. يبقى احنا هنقسم الأطفال اللي بيجينا بصرف النظر عن العقل. طفل عنده حصيلة لغوية أوريدي، عنده حصيلة لغوية وبيتكلم ولكن كلامه أقل من سنه، وطفل ما عندوش حصيلة لغوية أصلا. الطفل اللي عنده حصيلة لغوية ده نبدأ نشوفه هيبدأ معانا من أول فين، تمام؟ ونبدأ نشتغل معاه. طيب بالنسبة للطفل اللي ما عندوش حصيلة لغوية هنعمل معاه إيه؟ الطفل اللي ما عندوش حصيلة لغوية بنبدأ معاه من الأول خالص، من أول سن من اللغة. إيه هو سن من اللغة؟ قلنا إن اللغة تنقسم لمهارات ما قبل اللغة ومهارات لغوية. مهارات ما قبل اللغة زي الانتباه المبدئي والاستجابة للاسم، زي التقليد، بعد كده تقليد الحركات الفمية، بعد كده إطاعة الأوامر، بعد كده التركيز والانتباه المتقدم، بعد كده تقليد الأصوات. عن تقليد الأصوات هنبدأ نشتغل مهارات اللغة. تمام؟ هنبدأ نشتغل في مهارات اللغة على تقليد الأصوات. بعد تقليد الأصوات هنشتغل على تقليد ونطق وفهم كلمة من مقطع واحد، بعدين كلمة من مقطعين، بعدين كلمة من 3 مقاطع، بعدين كلمة من 4 مقاطع. بعد كده هندخل على جملة من كلمتين، بعد كده جملة من 3 كلمات، بعد كده الوصف، أعلم الولد يوصف موقف، بعد كده أعلمه يكتب قصة، بعد كده أعلمه الحوار بقى والأشكال الهندسية والوظائف والألوان والسخافات والمعكوسات والعلاقات، كل ده هنحكي. لكن احنا هنمشي واحدة واحدة على حسب سلم اللغة. تمام؟ يلا نبدأ. الناس عايزة تعرف هنتكلم يا دكتور محمد بس نشرح الأول. احنا لسه ما بدأناش يا جماعة، بس لسه ما بدأناش. هنبدأ نشرح الأول الشغل بتاعنا، او نشتغل مع طفل التخاطب ازاي، او انا ممكن متاخر في الكلام اشتغل معاه ازاي في البيت او في المركز. بعد كده هجاوب على الاسئله بتاعت حضرتك. تمام؟ طيب اول حاجه خالص، افتراضا بقى ان الطفل جاي لي وما بيتكلمش. خلاص الطفل جاي لي ما بيتكلمش خالص، ما عندوش اي مهارات لغويه. هبدا اشوف ايه؟ الاستجابه للاسم. هل يا ترى الطفل بيستجيب لاسمه ولا لا؟ لما اندهله بيستجيب ولا لا؟ لما اقول له تعالى خد كذا بيستجيب ولا لا؟ تمام؟ ببساطه خالص بندهله يا محمد بص لي. الطفل بص لي، يبقى الطفل هنا بيستجيب للاسم. هقول له تعالى شيل كذا حط كذا، جاب النقطه دي خلاص مش هشتغل التدريب ده واخش التدريب اللي بعده. طيب ما جابش النقطه دي هنبدا ندرب عليه. تمام كده؟ تمام. رقم 1 الانتباه المبدئي. احنا قلنا هنفترض ان الطفل لسه ما بيستجيبش للاسم. الطفل ما بيتكلمش خالص، ما عندوش درجه من الادراك عاليه. الطفل لما بتندهله ما بيبصليش، ده مش هيتكلم، لازم ندربه على الانتباه للاسم ببساطه خالص.
بشوف اكتر حاجه بيحبها الطفل في الاكل والشرب ايه. تمام؟ طيب الطفل ما بيحبش اكل وشرب معين، اشوف اكتر لعبه بيحبها ايه. واجيب معايا واحد شادو. يعني ايه شادو؟ يعني هيساعد الطفل في الشغل. يعني يساعد الطفل في الشغل. ان انا هبدا انده للطفل يا محمد، واجيب قطعه الكاراتيه اللي بيحبها او قطعه الشيبسي اللي بيحبها. يا محمد بص لي، وارفع حته الشيبسي او حته الكاراتيه. يا محمد بص لي. طبعا محمد ما بيبصش. ايه اللي بيحصل؟ بيجي الشادو يمسكه ويقربه مني، اروح حاطط له حته الشيبسي او حته الكاراتيه او حته الكيكه في بقه. تاني النقطه دي عشان الناس اللي لسه داخله معانا في البث. بعمل انا ايه؟ بنده للطفل في الاول خالص. يا محمد بص لي. الطفل بص وجالي، اروح مديله الحاجه الحلوه. طيب الطفل ما بصش وما جاش، الشاب هيساعده يروح ماسكه ويروح جاي بيه او مقربه ليا. كده اللي بقى ايه؟ الانتباه المبدئي اللي هي الايه؟ الاستجابه للاسم. تمام كده؟ تمام. ندهت للطفل يا محمد بص لي، بص لي وجه، هديله الحاجه الحلوه. ما بصليش، يبدا الشاب يقربه مني ويجي. هفضل اكرر التدريب ده كتير. يا محمد بص لي، يا محمد بص لي، يا محمد تعالى، يا محمد، وامسك الحاجه الحلوه اقربها من عيني عشان يبص لي. في كل مره الشادو بيجيبه ويجيلي، الشادو بيجيبه ويجيلي، الشادو بيجيبه ويجيلي لحد ما الطفل بقى يجي لوحده. خلاص الطفل بقى يجيلي، والطفل بقى يجي، الشادو بقى يساعده فيجيلي، اخلي الشادو يستنى شويه. وانده يا محمد بص لي، وارفع الحاجه الحلوه اللي اتفقنا عليها. محمد جه، احط له الحاجه الحلوه في بقه. هبدا اعمل نفس التدريب ولكن فين؟ وانا واقف عن شمال الطفل. اقف عن الشمال واقول له يا محمد بص لي، فيبدا الشادو يحرك راسه اللي هي تتوجه ناحيتي. اروح اضيف له المعزز. ابدا اكرر التدريب اكتر من مره لحد ما الطفل يبص لي. الطفل خلاص بص لي والتفت لي، ابدا اعمل نفس التدريب وانا واقف عن يمين. يبقى انا بعمل التدريب وانا واقف قدام الطفل، اندهله يا محمد بص لي، ابدا احط له المعزز اللي هو بيحبه في بقه. طيب لو طفل زي اطفال التوحد ما فيش معزز معين بيستجيب ليه، ابدا اديله لعبه معينه، لون معين هو بيحبه، اضاءه معينه هو بيحبها، صوت معين هو بيحبه. المهم الفت انتباهه ليه. تمام كده؟ تمام. طيب عملت التدريب ده وانا واقف قدام الطفل، هعمله وانا واقف جنب الطفل، هعمله وانا واقف شمال الطفل، يمين الطفل، اعمله وانا واقف ورا الطفل. لو الطفل ما يستجيبش من اول مره، الشادو بيبدا يساعده. طب خلاص الطفل بدا يستجيب للاسم اللي هي اول نقطه عندنا اللي احنا قلنا عليها الانتباه المبدئي. الطفل خلاص بدا يستجيب للاسم وبدات اندهله وبدا يبصر. وبيجي لي اديله الحاجه الحلوه. ابدا اعمل نفس التدريب ولكن وانا واقف في اوضه ثانيه. وانا واقف في اوضه ثانيه. مثلا الطفل في الصاله وانا واقف في اوضه، وانده يا محمد تعالى. اول ما يجي احط له الحاجه الحلوه في بقه او اوري له اللعبه اللي هو بيحبها. طب الطفل لو ما جاش، الشادو يبدا يساعده. طبعا الهدف ده ممكن يتحقق في جلسه وممكن يتحقق بعد 100 جلسه على حسب استجابه الطفل. خلاص ابدا بقى اخش في الاوضه المختلفه وانده للطفل. اول ما يجيله اديله الحاجه الحلوه اللي هو بيحبها. خلاص الحته بتاعت الانتباه المبدئي دي، الطفل اي مكان انده له اقول له تعالى يجيلي. اي مكان انده له اقول له بص لي بص لي. حققت النقطه دي الانتباه المبدئي، ابدا اخش على النقطه اللي بعديها اللي هي التأنيب. تمام؟ انا عندي طفل دلوقتي خلاص بيستجيب لاسمي وبنده له بيبص لي وبقول له تعالى بيجي لي. فخلاص الطفل ميز اسمه، ميز المعزز، ميز الامر تعالى. اخش على الهدف اللي بعديه وهو التأنيب. احنا عندنا زي ما شفنا في البرامج اللي قبل كده لوفاز وديبتج وايبلز والكلام ده كله، لازم ادرب الطفل على التأنيب عشان يقدر يتكلم، لان الكلام ما هو الا تأنيب. يعني المهارات اللغويه عندنا ما هي الا تأنيب. عشان الطفل يتكلم لازم يكون بيعرف يقلد، وعشان الطفل يكون بيعرف يقلد لازم يبقى عنده انتباه للاسم. احنا دربنا على النقطه بتاعت الانتباه للاسم. تمام؟ هنعوز ندرب على النقطه بتاعت التقليد. التقليد عباره عن ايه؟ عباره عن شويه حركات وليكن 55 حركه. تمام؟ ببدا اقول للطفل اعمل زيي، اعمل زيي، اعمل زيي، او اقول له اعمل كده.
تمام؟ التقليد بعمل شويه حركات واقول للطفل اعمل زيي، وليكن هو بيقول لك التسليم. انا قاعد زي ما انا قاعد على الكرسي كده والطفل قاعد قدامي والشادو قاعد وراه. وابدا اقول يا محمد اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي. طيب الطفل عمل بديله المعزز على طول. الطفل ما عملش المعزز الشاب اللي قاعد وراه يبدا يمسك ايده ويسقف بيه 10 مرات. اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي. الطفل عمل هروح مديله المعزز على طول. الطفل ما عملش اروح جايب الشاب ويساعده ويمسك ايده يعمل بيها فاي 10 مرات. نفس القصه اعمل زيي اعمل زيي اعمل زيي 10 مرات. الطفل عمل مفيش مشكله، الطفل ما عملش الشاب يمسك ايده ويعمل بيها. تمام؟ نفس القصه لف اليدين معا، نفس القصه تشبيك اليدين معا، نفس القصه تقطعة الاصابع. الهدف اللي بعد كده وضع اليدين على الوجه، وضع اليدين على الراس، الخبط على الراس، الخبط على الكتفين، الخبط على الرجلين، مسح الفم، وهكذا. حوالي 55 هدف ادرب الطفل اللي هو يقلدني فيه. الطفل بدا يقلد، الطفل بدا يستجيب، ابدا اديله المعزز. ما قلدش، ما استجابش، الشاب اللي ورايا بيبدا يساعد الطفل. التقليد مهم جدا 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 جدا. ليه التقليد مهم؟ لان الطفل لو ما قلدش مش هيتكلم. خلاص الطفل بدا يقلد معايا، بدا يستجيب معايا، الدنيا بدات تمشي معاه حلو، ابدا اخش على الهدف اللي بعده. يبقى عشان الناس اللي لسه داخله معانا في البث، اول هدف بندرب الطفل عليه وشرحناه في اول البث هو الانتباه المبدئي والاستجابه للاسم. خلاص الطفل بقى ينتبه وبقى يستجيب لاسمه، بقى يستجيب للامر تعالى والامر بصري، ابدا اشتغل كاني بقول للطفل اعمل زيي او اعمل كده. بيعمل بديله المعزز، ما بيعملش الشاب قاعد وراه بيساعد. تمام كده؟ تمام. قلنا الحركات ايه؟ قلنا الحركات حوالي 55 حركه. ال 55 حركه ده بقول للطفل اعمل زيي والشاب بيبدا يساعد معايا. طيب خلاص الطفل بدا يقلد معايا. يعني الطفل جاب لي الهدف الاولاني اللي هو الانتباه المبدئي وجاب لي التقليد. تمام؟ اخش على المرحله اللي بعد تقليد الحركات الفميه. يبقى الطفل بدا يقلد معايا وبدا يستجيب معايا والدنيا تمام، ابدا اعلمه يقلد الحركات الفميه اللي هو فتح الفم، ومعايا المعزز ومعايا الشاب اللي بادئ معايا من الاول. اعمل زي يا محمد. لو الطفل فتح بقه بديله المعزز، ما فتحش بقه ابدا اخلي الشاب يساعده من ورا، يحط ايده كده مساعده بحيث لما يفتح اروح مديله المعزز. والطفل لو بيقلد حلو ال 55 حركه اللي فاتوا، لو بيستجيب للاسم حلو هيقلد معاك الحركات الفنيه. تاني حركه ضغط الفم، اعمل زي عمل بديله المعزز، ما عملش بيبدا الشاب يساعده من ورا. تمام كده؟ تمام. طيب تالت حركه ضم الشفاه معا. ضم الشفاه، فتح الشفاه واطلاق الفتحين معا. كل دي حركات فميه بقى، حوالي 25 حركه. الحركات الفميه بعد حركات التقليد. يبقى انا رقم 1 بدات اعلم الطفل يستجيب للاسم، ما دام الطفل استجاب للاسم هيبدا يقلد معايا. رقم 2 ابدا اخلي الطفل يقلد معايا 55 حركه لمده 10 مرات كل حركه مع التعزيز باستمرار. خلاص الطفل بقى يقلد معايا الحركات الفميه، الحركات عاديه، حركات كبرى وصغرى، ابدا اعلم الطفل يقلد معايا الحركات الفميه. تمام كده؟ خلاص الطفل بقى يقلد معايا الحركات الفميه والتقليد بقى جايب معايا، وبقى يخبط الاسنان في بعض ويلف اللسان شمال ويمين اللي هم 25 حركه. ياخد نفس، يطلع شهيق وزفير، يطلع لسانه فوق وتحت شمال ويمين، يفتح بقه يقفل بقه الى اخره. الطفل بدا يستجيب معايا وبدا يجيب معايا الحركات الفميه كويس. اخش على الخطوه اللي بعديها. ايه الخطوه اللي بعديها؟ اطاعه الاوامر.
خلاص بقى الطفل ما دام قلد يبقى لازم يطيع الاوامر. ابدا بقى ادي الطفل بقى اوامر كتير، اللي هو بقى ايه؟ هات الشبشب، حط الباسكت ده، مش عارف الزباله دي في الباسكت، ارمي الورقه دي في السله، هات المصليه، اقفل الباب، اطفي النور، حط الكوره، حط الهدوم بتاعتك في الغساله، اغسل وشك. تمام؟ حوالي يعني نقول 50 60 هدف. اي حاجه قدامك تبدا تطلب من الطفل يقلدها، اي حاجه قدامك تبدا تخلي الطفل يعملها معاك. خلاص الطفل بقى يستجيب للاوامر. ابدا خش على تدريبات الانتباه المتقدم. ايه هو الانتباه المتقدم؟ الانتباه المتقدم ده عباره عن 26 تدريب. ال 26 تدريب دول ينفع انتباه متقدم عشان اللغه تزيد عند الطفل، ينفع انتباه متقدم عشان التأديب يزيد عند الطفل وقطع الأوامر تزيد عند الطفل، فابدا اخش بعد كده على مهارات لغويه، وينفع اللي هي تدريبات تنميه مهارات. يعني الطفل لما يجي يقول لك مثلا، او الدكتور لما يبعت لك طفل يقول لك عاوز الولد ده يشتغل تنميه مهارات، وممكن نرجع للمحاضره بتاعت تنميه المهارات، هتشتغل مع طفل التدريبات دي بس. لكن لو الطفل هيشتغل تخاطب ببدا مع الطفل من الاول. تمام؟ ايه هي تدريبات تنميه المهارات؟ بيقول لك يحضر المدرب طبقين، طبق فاضي وطبق مليان بالحبوب، ويبدا يطلب من الطفل يمسك حبايه حبايه ينقلها. الطفل اللي ما كانش بيستجيب للاسم دلوقتي بقى اقول له انقل الحبوب من هنا، اعمل زي من هنا، بقى يعمل. نفس التدريب، ينقل الحبوب ولكن بمعلقه. يا محمد يلا امسك المعلقه واعمل زي. يبدا محمد يمسك المعلقه وينقل الحبوب من طبق لطبق. مجموعه زجاجات فارغه، واجيب ازايز وابدا افك الغطا بتاعها، واطلب من الطفل يعمل ايه؟ اطلب من الطفل اللي هو يلم الغطيان ويبدا يرصها في الازايز تاني ويقفل الازايز تاني. دي كلها تدريبات تنميه مهارات وتدريبات قطاعه اوامر، تدريبات انتباه متقدم. لانك ما بتعملش الهدف مره واحده، انت بتكرره اكتر من مره. تقعد في الهدف مثلا الواحد ربع ساعه، بيقول لك هات بطرمانات، البطرمان بتاع المربى مختلفه الاشكال والاحجام، ويبدا يخلي الطفل يفكها ويركبها. اعمل زي، اعمل كده، سوي كذا، كل ده يمشي معاك في تنميه المهارات. هات شفشق ميه كبير، واطلب من الطفل اللي هو يصب في كوبايات الميه. يمشي معاك قطاع اوامر عشان تخدم مع التخاطب، ويمشي معاك تنميه مهارات. هات طبقين كبار وحط في واحد فيهم ميه، واطلب من الطفل يحط السفنجه هنا، تمام؟ في الميه ويعصرها في الطبق الفاضي، وهكذا. حوالي 26 تدريب هنبقى نقولهم او نرجع للمحاضره بتاعت تنميه المهارات. يبقى الطفل هنا عنده انتباه مبدئي، خلاص بقى ينتبه، بقى يستجيب للاسم. الطفل هنا عنده تقليد، الطفل بقى يقلد كويس، الدنيا ماشيه معاه حلو في التقليد. الطفل بقى يقلد الحركات الفميه، الطفل بقى يطيع الاوامر، الطفل بقى عنده انتباه متقدم. يبقى انت كده عملت مع الطفل كل المهارات ما قبل اللغه. اشتغلت معاه قطاع اوامر، واشتغلت معاه تقليد بانتباه متقدم، واشتغلت معاه تقليد، واشتغلت معاه تقليد الحركات الفميه، واشتغلت معاه الاستجابه للاسم. تمام؟ ابدا اخش بعد كده ايه في المرحله اللي بعد كده. تمام؟ حبيبي يا دكتور محمود، حبيبي يا دكتور محمود، استاذه ساره، انت بتسيب البرنامج. هنتكلم بس دلوقتي، هنجاوب على الاسئله يا جماعه بعد ما نخلص الشرح. بعد ما نخلص الشرح هنجاوب على الاسئله. واللي فات نقطه يبقى يرجع لها تاني. احنا وصلنا دلوقتي للمرحله اللي هي السادسه، تقليد الاصوات. اتكلمنا في الانتباه المتقدم، اتكلمنا في التأديب، اتكلمنا في تقليد الحركات الفميه، اتكلمنا في اطاعه الاوامر، اتكلمنا في الانتباه الايه؟ المتقدم. معنى انتباه مبدئي وانتباه متقدم. انتباه مبدئي تقليد حركات فميه، اطاعه الاوامر، الانتباه المتقدم. خلاص الطفل جاب الخمس مهارات دول، يبقى الطفل جاهز ان هو يتكلم. الطفل ما جابليش الخمس مهارات دول، يبقى الطفل مش هيتكلم دلوقتي الا لما يجيب الخمس مهارات. خلاص احنا اتكلمنا، دربنا الطفل على الانتباه المتقدم،
دربنا الطفل على التأنيب، دربنا الطفل على طاعة الأوامر، والطفل بقى يقلد الحاجات الفنية، أبدأ أعمل إيه؟ أبدأ أدربه على تقليد الأصوات. شوف هنا بيقول لك إيه بقى في تقليد الأصوات؟ بيقول لك لازم يستطيع الطفل إصدار الصوت. تقليد الأصوات دي لازم الطفل يقلد معايا الصوت. تمام؟ لازم الطفل يتعرف على الأشياء الموجودة حواليه في المكان. خلي بالك الطفل بيقلد معاك الحركات الفنية اللي هو التدريب رقم 3. فلما اجي ادرب الصوت انا ادرب صوت ليه مجنون، فالطفل هيقلد معايا الاصوات. اهو ابدا امسك مثلا الديك بيقول ايه؟ أوه أوه أوه. يلا يا محمد قول معايا أوه أوه أوه. انا كده دربت محمد في تقليد الحركات الفنيه على ضم البق اللي هو قلت له اعمل زيي، واديته الحاجه الحلوه واديته المعزز وشاله ساعده. لما اجي دلوقتي اقول له قول اوه 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 اوه، قل صوت الديك، اضرب الديك، ادي بوسه للديك، محمد هيجي وهيبدا يقلد. طبعا زي ما اتفقنا في الست تدريبات اللي فاتوا قبل كده، ممكن الطفل يجيبها معاك في جلسه وممكن الطفل يجيبها معاك بعد 50 جلسه على حسب قدره الطفل. ابدا بقى ديك. الاصوات بقى اي حاجه ليها صوت، احنا قلنا ديك. احنا فتحنا بس بتاع مقطع واحد اهي تقليد الاصوات. اي حاجه ليها صوت ابدا اقول له قلد معايا. البطه بتقول ايه يا محمد؟ بق 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 بق. يلا يا محمد بص على البطه، البطه بتقول ايه؟ بق. بطلب منه يكرر ورايا ويقلد معايا. تمام؟ ادي بوسه للبطه، اضرب البطه، طبطب على البطه، هات البطه، خد البطه. نفس القصه، الوزه بتقول ايه؟ يقلد صوت الوزه باسلوب فيه مرح، باسلوب كويس، وهكذا. تمام؟ الفرخه بتقول ايه؟ قاف 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 باسلوب فيه مرح، وابدا اخلي الطفل يقلد معايا واحده واحده بالتدريج. هتبص تلاقي الطفل بدا يقلد معاك اصوات. يعني الطفل اللي ما كانش بيستجيب للاسم بقى يقلد اصوات. ايوه بيقلد اصوات. ليه؟ لان انا اشتغلت معاه مهارات ما قبل اللغه. قلد بقى صوت الحمام، صوت العصفوره، صوت الكتكوت، صوت الديك الرومي، صوت القطه، صوت المعزه، صوت الديك، صوت الحصان، صوت الحمار. كل دي اصوات. ابدا خلي الطفل يقلد. الكلب بيقول ايه؟ هاو 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 هاو. يلا يا شاطر اعمل زيي، واديله الحاجه الحلوه، واخلي المعزز واخلي الشاب يساعد، وهكذا. ابدا بقى كثفي معاه بتدريبات اصوات. يبدا الطفل يفضل يقول معاكي اصوات لحد ما تلاقي الطفل بينطق معاكي من 50 صوت طول. اصوات بقى حيوانات الطيور، اصوات العاب، اصوات وسائل مواصلات. نجيب القطر ونلعب بيه توت 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 توت. الطفل هيقلد معاكي. ليه؟ لانه قلد الحركات الفنيه. انا لو خليت الطفل يقلد لي المقاطع بتاعت الاصوات، يعني خلاص الطفل بقى يقلد الاصوات، هبدا اخش معاه في المرحله اللي بعدها، وهي مرحله ايه؟ كلمه. اللي هو ينطق معايا كلمه. معايا يا جماعه؟ خلاص الطفل هبدا ادربه اللي هو ينطق معايا كلمه من مقطع واحد. خلي بالك الطفل ده اللي انت بادئ معاه من الانتباه المبدئي، خليته ينتبه للاسم، خليته يستجيب للامر، خليته لما تقول له تعالى بقى يجي بالمعزز. بعد كده عملت ايه؟ بقيت قد الطفل اللي هو مهارات التقليد. الطفل بدا يقلد معايا وبقى كويس معايا والدنيا بقت ماشيه معايا. اديته تقليد الحركات الفنيه. الطفل قلد معايا الحركات الفنيه والدنيا بقت ماشيه معايا. اديته طاعه اوامر، اديته انتباه متقدم اللي هي تنفع تبقى تنميه مهارات. بعد كده اللي خليته يقلد الاصوات. بعد كده اخليه يقلد معايا كلمه من مقطع واحد. عاوزين نتفق على حاجه. الطفل احنا عندنا المجموعات الضمنيه كنا بنشتغل بيها زمان وبنقول ايه بقى؟ فواكه، خضروات، وسائل مواصلات، حيوانات، طيور، الكلام ده كله. دور. الصح ان انا ادرب الطفل على ايه؟ ان انا ادرب الطفل على مقاطع. كلمه من مقطع واحد. ديك ديك
زيت، تين، عيش، ايد، وهكذا. هات حوالي 50 60 كلمه من مقطع واحد وابدا درب الطفل عليه. الطفل اللي قلد معاك الحركات الفميه وقلد معاك الاصوات لما تيجي تدرب على كلمه هيقول معاك. امسك كده بالطريقه التقليديه اللي احنا بنشتغل بيها عادي. ايه ده يا محمد؟ ايد، قول ايد يا محمد. فين ايدك يا محمد؟ ايد اهي. هات ايدك يا محمد. احط الايد قدامه واقول له هات ايد، واول ما يديني الايد اديله الحاجه الحلوه. احط عيش قدامه واقول له هات عيش. اساله اقول له ايه ده؟ اساله احط العيش كده واقول له فين العيش؟ شاور على عيش، هات عيش. اوري له الصوره الحقيقيه، يعني اجيب له عيش حقيقي واوريه له، اجيب له ايد حقيقيه واوريها له، اجيب له تين حقيقي واوريه له، اجيب له زيت حقيقي واوريه له، اقول له هات اللي زي ده. فين اللي زي ده؟ شاور على اللي زي ده. ده اسمه ايه؟ ايه ده؟ وهكذا. هات للطفل ده حوالي ايه؟ حوالي 50 60 كلمه من مقطع واحد وابدا اتدرب عليه. خلاص جمعت الحاجات اللي معاك من مقطع واحد بدات تتدرب عليه، ابدا علم الطفل بقى ايه؟ الاختيار. حط مثلا الديك، العين، البيض، الكيس قدام الطفل، وقول للطفل يلا ايه؟ هات كيس. اول ما يديك كيس برافو عليك وتعزز وتديله الحاجه الحلوه. تلبط الكروت تاني اللي انت حاططها قدام وتقول له هات دي. اول ما يجي تديله حاجه لو ما عرفش وديه ساعده، مفيش مشكله خالص. تمام؟ تدريجيا هتلاقي الطفل بيجيب معاك. ابدا بقى خش في اهداف ثانيه: دش، بيت، وش، حوض، رز، فيل، وهكذا. درب بقى، شاور على كذا، هات كذا، ايه ده؟ فين اللي زي ده؟ تحط 4 خطوط قدامه وتقول هات كذا، وتلخبطهم وتقول هتبص تلاقي الطفل بينطق معاك. وطبعا زي ما اتفقنا الطريقه اللي بندرب بيها على الكروت زي ما قلنا ان احنا بنشتغل مره بصوت عالي، مثلا نقول عيش، مره بصوت واطي عيش، مره نقطع عيش، ومره نظلل نقول مع بعض. مره تعلى طبقه الصوت، مره توطى طبقه الصوت، مره صوتك تبقى منغم، مره صوتك تبقى عالي عشان الطفل ما يتعودش على تون معين. احنا بنلاقي اخصائيين تخاطب كتير بيتكلموا مع الطفل باسلوب كرتوني شويه، يقولوا يلا قطه يا محمد وهكذا. فتلاقي الطفل لما بيتكلم بالطريقه دي، وده غلط. عود الطفل على كذا طبق الصوت، عود الطفل على كذا نغمه، عود الطفل على العادي، على الواطي، على الصوت العادي، عشان لما يخرج يتكلم مع الناس يتكلم كده. خلاص انا دلوقتي دربت الطفل على كلمه واحده وبقى ينطق مقطع كلمه من مقطع واحد. خلاص والدنيا معاه تمام. ابدا اخش على المرحله اللي بعديها، كلمه من مقطعين. اهي كلمه من مقطعين. خلاص بمسك المقطعين اهو بيقول لك درب على مقطعين بعدين 3 مقاطع بنفس اللعبه. كلمات فيها مقطعين، اشتغل بالتقطيع، اشتغل بالتصدير، اشتغل بالطريقه بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها اللي شرحناها في المحاضرات السابقه اهو. حبل، حبل، فرشه، فرشه، جزمه. لكن قبل كده كانت ايه؟ عين، ايد، تي، كانت من مقطع واحد. حوالي مثلا 100 كلمه 150 كلمه من مقطعين بنفس الاساليب زي ما قلنا. هنعلمه يرص، شاور على، هات، فين، هات اللي زي دي، احط 4 خطوط قدام وابدا اقول له هات كذا. تمام؟ اول ما يجيب معايا هبدا اشتغل بالمعزز وابدا اعزز معاه. وصلت معاكم كده؟ وصلت. خلاص الطفل بقى يقول معايا قلنا كلمه من مقطعين حلوه قوي، والكلمه من مقطعين ماشيه معاه وجايبه معاه، ابدا اخش على كلمه من 3 مقاطع. اهي كلمه من 3 ل4 مقاطع. كلمه من 3 مقاطع اهي اهو بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب.
ايه ده يا محمد؟ مكرونه. مالك دي 4 مقاطع. 3 سبوره. ابدا احط السبوره قدام، اقول له هات السبوره. فين السبوره؟ احط 4 اختيارات قدامه، اقول له هات السبوره. اول ما يديني اديله معزز بالاسلوب اللي قلناه، بالتنوين، بالتصغير، بالتقطيع، بالصوت العالي مره، بالصوت الواطي مره، بالنغمه السريعه مره، بالنغمه البطيئه مره. اوري له الحاجه في الحقيقه. ايه دي؟ بعمل بيها ايه؟ ايه دي؟ اسوي بيها كده. خلاص انا بقى معايا الطفل دلوقتي وصل معايا لمرحله انه ينتبه لاسمه. خلاص الانتباه المبدئي بقى كويس فيه، بقيت اقول له يا محمد يبص لي، تعالى يبص لي، خد يجي لي. تمام؟ بالطريقه اللي احنا شرحنا بيها في اول الفيديو. بعد كده التقليد بقى يدرب، بقى قلدته خليته يقلد معايا 55 حركه ما عندوش مشكله فيهم، بقى يقلد حلو. بالتعزيز قلنا كل حركه هيقلدها لي 10 مرات. بعد التقليد بقى يقلد لي الحركات الفنيه، خلاص بقى يقلد لي كل الحركات الفنيه. بعد كده عملنا قطاع في الاوامر، بقى يطيع الاوامر حوالي 50 امر حوالي في الدقيقه. بعد كده تدريبات الانتباه المتقدم بقى يجيبها معايا كلها. كل دي مهارات فهم. كل ده انت بتشتغل مع الطفل على الفهم، تشتغل مع الطفل على الادراك. الطفل بقى يفهم، الطفل بقى يدرك، فهيبدا يتكلم. خلاص الطفل بدا معايا جاب المهارات دي كلها، بدات ادرب على مهارات الاصوات، بيقلد الاصوات حوالي 50 صوت اللي اتفقنا عليهم، بالطريقه اللي فيها اسلوب فيه مرح وفي لعب مع الطفل وفي تنطيط وفي تعزيز عشان يقلد معايا الاصوات. وقلنا اصوات ليها مدلول، يعني امسك الحاجه نقول بصوتها. ممكن الناس اللي لسه داخله معانا البث تتابع المحاضره من الاول. تمام؟ بعد كده ادربه اللي هو ينطق كلمه، جمله من كلمه واحده. بعد كده اخش على جمله من كلمتين. جمله من كلمتين. الحاجات اللي حوالي 350 كارت اللي احنا دربنا عليهم في كلمه واحده اللي كانت في الكروت، هدربه عليهم جمله من كلمتين. هبدا اقول له ايه ده؟ ايد، اغسل ايدي، ارفع ايدي، امسك ايدي، واديله الفعل. يبقى انت هنا هتدرب الطفل على ايه؟ على الافعال. وتدربه على ايه؟ على الصفات. ايد صغيره، ايد كبيره. تمام؟ وهكذا. عيش، اكل، عيش، اقطع، عيش، اديله الفعل وافهمه له. يعني الطفل مش هينطق بس، مش هتشتغل على الاستقبالي بس، هتشتغل الاستقبالي والتعبير. وهكذا. كل الكروت دي اللي احنا دربنا الطفل عليه في كلمه، هندربه عليه جمله من كلمتين. بس زودت ايه؟ شمس مثلا، اشوف شمس، وزودت ايه؟ ان انا بدربه على الفعل وعلى الاسم وعلى الصفه. وهكذا. بقيه الكلمات اهي: سمكه، اشوف سمكه، اكل سمكه، اقطع سمكه، وهكذا. بقى الطفل يستخدم افعال. ابدا اصعب الموضوع شويه، بقى يقول جمله من كلمتين، ابدا ادربه على جمله من 3 كلمات. ادي اهو جمله من 3 كلمات. نفس اللعبه. عين، يبقى ايه؟ ماما تمسح عينها، ماما تغمض عينه، انا افتح عيني، هو يغمض عينه، هي تعمل كذا، هو يشيل كذا، وهكذا. يبقى انا هنا هزود هنا ايه؟ هزود في الجمله من 3 كلمات، هزود الضمائر. انا هنا هدرب على الضمائر، انا هنا هدرب على الافعال، انا هنا هدرب على المذكر والمؤنث. وصلت الفكره؟ يبقى انا هبدا ادرب على جمله من 3 كلمات. هنا بيقول لك ايه بقى؟ استخدم الامر هات وخد. استخدم فين؟ استخدم الاستفهام، الواد يفهم. فين؟ امتى؟ ازاي؟ استخدم الضمائر، استخدم الافعال، وهكذا. يبقى الطفل هنا هيعمل ايه؟ هينطق معايا جمله من 3 كلمات، هيفهم معايا جمله من 3 كلمات. يبقى انا كده خليت الطفل ينطق معايا جمله من 3 كلمات. اخش على الهدف اللي بعد كده. انت الطفل خلاص بقى يقول جمل حلو، وبقى يصنف الضمائر حلو، وبقى يصنف المذكر والمؤنث حلو،
وبقى يصنف الافعال حلو وبقى عارف الصفات حلو، ابدا بقى علمه يوصف موقف. وادي اللي هي النقطه بتاعت وصف موقف. الوصف ابدا هنا بقى ايه؟ اعرض على الطفل الصوره. الطفل بيقول معاه جمله من 3 كلمات حلو. خلاص اللي احنا مستنيينه اللي هو ما بيستجيبش للاسم، ابدا اعرض معاه انت شايف ايه؟ الولد ده بيعمل ايه؟ يبدا بقى يقول لك ولد بيشوط كوره. هو بيشوط الكوره. ولد ده بيشوط. ولد بدا يوصف. طب لو مش عارف انا اقول له، انا بقول له الاجابه نفس اللعبه. ايه البنت بتعمل ايه؟ هي بتعمل كذا، هي بتلعب كذا، هي بتشوف كذا. نفس الفكره. هما بيعملوا ايه؟ هما بيعملوا كذا، احنا بنعمل كذا، انتم بتعملوا كذا. يبقى انا هنا بقى اخش بقى بعد كده فعل تاني، ولد وبنت وهم، ولد وبنت وهم، ولد وبنت وهم. وفي كل مره بقول له ايه؟ هي البنت في الصوره اللي قبل كده كانت بتعمل ايه؟ هو الولد في الصوره اللي قبل كده كان بيعمل ايه؟ هم الاطفال في الصوره اللي قبل كده كانوا بيعملوا ايه؟ يبقى انا هنا في الوصف ده بعد ما الطفل كان بيتكلم معايا جمله من 3 كلمات وظبط معايا، انا بقيت اعلمه بقى يحكي لي مواقف. في المرحله دي الطفل لو راح المدرسه او حصلت مشكله في المدرسه هيجي يحكي لك. في المرحله دي الطفل اتعرف على زمن الفعل. ها يعمل، بي يعمل، عمل فعل المستقبل والمضارع والماضي. اتعرف على الانفعالات. هتلاقي هنا بنت بتعيط. البنت بتعيط ليه؟ ولد بيضحك. اهو مثلا هنا البنت فرحانه ليه؟ عشان بتلعب بالقطه. يتعرف على الانفعالات. فرحانه ازاي؟ هتلاقي اهو العيال خايفين من الكلب. هو خايف من الكلب، هي خايفه من الكلب، هما. خش بقى على الانفعالات. فرحان وزعلان، بيضحك وبيعيط، خايف، غضبان، متعصب. واتكلمنا بقى هتزود هنا الانتباه السمعي والانتباه البصري، الادراك السمعي والادراك البصري. الاسئله، ابدا اسال الطفل هو ايه اللي بيحصل؟ هي البنت بتعمل ايه؟ هي القطه بتعمل ايه؟ هو ايه اللي بيحصل في الصوره؟ هو الواد بيعمل ايه؟ هما بيعملوا ايه؟ هو الواد خايف ليه؟ هو الواد بيجري ليه؟ الاستفهام ده كله هيبدا يعالج لك الولاده اللي عند الاطفال. الاستفهام ده كله هيبدا يفهمك الطفل انت بتتكلم في ايه. وصلت الفكره؟ خلاص الطفل عندي بقى يوصف كويس. حوالي مثلا نقول 90 موقف بقى يوصفهم كويس. خلاص وبقى عارف وبقى يجاوب على الاسئله الاجتماعيه والدنيا ماشيه معاه. ابدا اخش على المرحله اللي بعد كده، اللي هي ايه المرحله اللي بعد كده؟ انه يحكي لي قصه. بيقول لك هو بعد موقف حكايه قصه. نفس الفكره اهو. ابدا امسك القصص المصوره. تعالى يا باشا بقى احكي قصه. خلاص ليه؟ لان الموقف كان بيحكي موقف واحد، لكن في حكايه القصه هعمل ايه؟ هجيب مجموعه من المواقف وارصها جنب بعض تبقى قصه، واخلي الطفل يحكي لي القصه. الطفل اللي انت مستلمه من الاول خالص ما عندوش انتباه للاسم، ما بيطيعش الاوامر، وما بيتكلمش، وما عندوش ادراك، وما بيعرفش يقلد، ومش عارف اسمه، وصل معاك للمرحله هنا اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيحكي قصه. حلوه الفكره لحد هنا؟ طيب انا هستفيد ايه من الطفل اللي هو هيحكي قصه؟ اولا براجع على كل اللي فات. الضمائر وزمن الفعل والمذكر والمؤنث والمفرد والجمع والافعال والاسماء والصفات وزمن الفعل الى اخره. ثانيا بنمي القدره على السرد والحكايه. ما هو الطفل اللي مستلمه ما بيتكلمش. ثالثا بنمي الذاكره البصريه والسمعيه عند الطفل، والانتباه السمعي والبصري عند الطفل، وتنميه التعبير عن الانفعال. خلي بالك الاطفال المتاخرين لغويا او اطفال التبحر او الاعاقه العقليه بيبقى عندهم مشاكل في التعبير عن انفعالاتهم. هنجرب هنا على التعبير عن الانفعال. خش معايا مثلا
اول قصه مثلا هبدا احكي له. الصياد كان نايم على السرير، صحي من النوم، دخل الحمام وغسل وشه بالميه والصابون، واخد الشبكه بتاعته وراح البحر يصطاد سمك كتير. اطلب منه يحكي القصه تاني، اخش على القصه اللي بعديه، كان في عصفوره كبيره راحت تشتري، وهكذا وهكذا وهكذا، حوالي 25 قصه. فاخر القصص بقى هنا ايه؟ اسئله على القصص. ابدا اساله بقى، اقول له مين اللي كان نايم على السرير؟ فيقول لي الصياد هو اللي كان نايم على السرير. الصياد كان نايم فين؟ الصياد كان نايم على السرير. الصياد بعد ما صحي من النوم عمل ايه؟ هيقول لي الصياد دخل الحمام وغسل وشه بالميه والصابون. الصياد اخذ الشبكه بتاعته وراح فين؟ هو الصياد بيعمل ايه في الشبكه؟ هو الصياد راح البحر ليه؟ الصياد مثلي هنجيب على كل الاستفهام. الاستفهام ده هنا بقى هيعمل ايه؟ هيقلل الاقلاليه عنه. الاستفهام هنا هيعمل ايه؟ هينمي اللغه الاستقباليه والتعبيريه عنه. الاستفهام هنا هيعمل ايه؟ هينمي المهارات المعرفيه عند الطفل، هيزود الحصيله اللغويه الى اخره الى اخره الى اخره. خلاص الطفل عندي هنا بقى يحكي قصه، وبقيت اساله الاسئله الاجتماعيه على القصه، والدنيا بقت ماشيه معاه في القصه حلو. ابدا اخش على المهاره اللي بعد كده اللي هو ايه؟ التعرف على المؤدي الفاعل. اهي هنا كده التعرف على المؤدي الفاعل. ابدا اقول للطفل بقى، اسال الطفل. احنا دربنا الطفل اللي هو يحكي القصه، ودربنا الطفل على الاسئله بتاعت القصه، ودربنا الطفل طبعا هم حوالي 25 قصه وبندرب الطفل عليه. بيقول لك التعرف على المؤدي الفاعل. دي بقى الهدف منها ان الطفل يعرف الدنيا حواليه فيها ايه. اهو انت جبت حوالي مثلا 25 ماده خام، تمام؟ بدأنا ندرب الطفل عليهم. مثلا اول ماده خام هنا بندربه على الخشب. بسأل الطفل ايه ده؟ كرسي. الكرسي مصنوع من ايه؟ الكرسي مصنوع من الخشب. بنجيب الخشب منين؟ الفلاح بيزرع الخشب في الارض، ولما الخشب بيكبر الناس بتقطعه وبتوديه، الشجر يكبر الناس بتقطعه وتوديه المصنع، والمصنع بيعمل من الشجر خشب، والنجار بياخد الخشب يعمل منه كرسي ترابيزه ولا. ابدا يسال لها اسئله زي الاسئله بتاعت القصص. مين اللي زرع الشجر في الارض؟ مين اللي خد الشجر عمل منه خشب؟ النجار خد الخشب ليه؟ احنا اشترينا كرسي. كل ده يشغل المهارات المعرفيه بتاعت الطفل. خش على الماده الخام اللي بعد كده، هتلاقيه بيقول لك القماش. نفس اللعبه، ايه دي؟ هدوم. الهدوم مصنوعه من ايه؟ من القماش. القماش مصنوع من ايه؟ القطن. وبنجيب القطن منين؟ الفلاح بيزرع القطن في الارض. ابدا احكي له القصه. الفلاح بيزرع القطن في الارض، ولما القطن بيكبر الفلاح بيجمعه، والمصنع بياخد القطن يعمل منه خيوط او يعمل منه قماش، والدرزي بياخد القماش يعمل منه هدوم، واحنا بنشتري الهدوم عشان نلبسها. ابدا بقى خش على المواد الورق، الدقيق، الذهب، البترول، الحديد، الازاز، الف 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 لحد ما تخلص مثلا ال 25 ماده خام. تبدا بقى ايه؟ الاسئله. نفس الفكره بتاعت الاسئله بتاعت القصص. نمي ذاكره بصريه وسمعيه، نمي انتباه بصري وسمعي، نمي مهارات التفكير، نمي مهارات الادراك، نمي المهارات المعرفيه عند الطفل. راجع على كل المهارات بتاعت سن اللغه اللي فاتت. تمام؟ خلاص الطفل بقى عارف المواد الخام وبقى يجاوب على المواد الخام وما عندوش مشكله. الطفل بقى يحكي قصه، الطفل بقى يجيب حوار، الدنيا ماشيه مع الطفل حلو، بقى عارف الافعال، بقى عارف الكلام ده كله. زود له سن، عرفه على الوظائف، عرفه على الاماكن، وانت بقى خلاص انت مهارات اللغه يعتبر دلوقتي خلاص. الطفل بقى يتكلم معاك حلو، الطفل بيتكلم معاك حلو خلاص. كل اللي جاي ده كله مهارات معرفيه بقى. انا بزود المهاره المعرفيه عند الطفل. مثلا ايه ده؟ سواق. مين ده؟ السواق. السواق بيعمل ايه؟ بيسوق العربيه في الشارع. مين اللي بيسوق العربيه في الشارع؟ السواق. تمام؟ عندك مثلا هنا السفينه، القبطان بيعمل ايه؟ عندك هنا مثلا الحلاق بيعمل ايه؟ طب بيشتغل فين؟ طب ايه الادوات بتاعته؟ عندك هنا مثلا الطباخ
طب بيعمل ايه؟ طب بيشتغل فين؟ طب ايه الادوات بتاعته؟ كل دي اسئله تبع المهارات اللي احنا كنا ماشيين بيها من الاول. هتخرج من الكراسه دي هتلاقي الطفل معاك بقى عارف كل الوظائف الموجوده في البيئه. طبعا زي ما احنا متفقين من اول البرنامج، انا باخد الطفل وبوريه حاجه في الحقيقه، بوريه الضابط الحقيقي، بوريه الابله الحقيقيه، بوريه المهندس الحقيقي، بوريه السباك الحقيقي، بوريه الاماكن اللي بيشتغلوا فيها الحقيقيه. انت بتزود حصيله معرفيه دلوقتي. خلاص الطفل بقى يتكلم وبقى يحكي وبقى يشتكي، وعرف الانفعالات وعرف زمن الفعل وعرف المذكر والمؤنث وعرف استخدام الافعال مع المذكر والمؤنث والجمع مع المثنى مع المفرد. عرف الصفات، عرف الاسماء، عرف الافعال. بقى يقول كلمه من جمله من كلمه واحده، جمله من كلمتين، جمله من ثلاثه، بقى يوصف، بقى يحكي موقف. وصلت الفكره كده؟ تخش بعد كده على المرحله اللي بعد كده وهي المعكوسات. المعكوسات مهمه بقى لان كده بتعلم الطفل ايه؟ المفاضله. انا عاوز الطفل هنا يتعلم المقارنه، عاوز الطفل هنا يعرف يقارن، عاوز ازود المهارات المعرفيه عند الطفل، عاوز ازود الحصيله اللغويه عند الطفل. ابدا اعلمه ايه بقى؟ ايه؟ المعكوسات. يبدا الطفل بقى يقارن ما بين الكبير والصغير، الاكبر منه والاصغر منه، الطويل والقصير، الاطول منه والاقصر منه، اطول واحد خالص واقصر واحد خالص، الكتير والقليل، اكتر منه واقل منه، اكتر واحد خالص واقل واحد خالص. عندنا اهي مثلا ايه دي؟ كوره. كم كوره دي؟ كوره واحده. انت بدات هنا برضه ايه؟ تديله مبادئ الاعداد. طيب دول كم كوره؟ كورتين. فين الكوره الكبيره؟ اهي. فين الكوره الصغيره؟ اهي. دي اكبر من دي ودي اصغر من دي، واشاور واجيب له حاجات. فين اكبر واحده خالص؟ فين اصغر واحده خالص؟ طب عدهم كم كوره. نفس القصه. دي كم عربيه؟ عربيه واحده. دول كم عربيه؟ عربيتين. فين العربيه الكبيره؟ فين العربيه الصغيره؟ فين الاكبر مني؟ فين الاصغر مني؟ فين اكبر واحده خالص؟ فين اصغر واحده خالص؟ وابدا اعلمه يعد. خلاص الطفل هنا مسك اي حاجه بقى يقارن بيها. الام في البيت تبدا تجيب اللي هي الاطباق اللي موجوده في البيت كلها. تجيب طبق كبير قوي وطبق صغير قوي، وتبدا تقول له فين الكبير وفين الصغير، ده اكبر من ده اصغر من. تجيب 3 4 اطباق وتقول ده اكبر طبق خالص وده اصغر طبق خالص. تجيب شويه بلي، دي البليه الكبيره ودي البليه، دي بليه واحده وده بلي كتير. دول بليتين وده بلي كتير. دول 3 بليات ودول بلي كتير. دول اكثر من دول ودول اقل من دول. طب عدهم لي كام بلي؟ تحط شويه مجموعه بلي قدام. وفين اكبر مجموعه خالص؟ فين اكتر مجموعه خالص؟ نفس القصه بقى في الطويل والقصير، في الرفيع، في وتحت، شمال اليمين، ناشف وطري. ادي دي كل المعكوسات. ابدا ادرب نفس الطريقه وبنفس النظام. ابدا هات حاجات من البيت. خلاص الطفل عرف المعكوسات، عرفوا على الالوان. ايه ده؟ لون احمر. لون احمر زي ايه؟ زي الطماطم، زي الفراوله، زي الرمان، زي التين، زي التفاح، زي الدم. طيب خد القلم ابدا ارسم لي تفاح. لو الهاجي باللون الاحمر انت بدات تشتغل مهارات ما قبل اكاديمي. احنا كنا بادئين في اول البرنامج بالمهارات ايه؟ الانتباه المبدئي. كنا مشتغلين بالمهارات ما قبل اللغه. بيسلمنا دلوقتي المهارات ايه؟ ما قبل الاكاديمي. خلاص الواد عرف اللون وقال له حاجه في الحقيقه. ما تعتمدش على الكراسه. اجيب له طماطم في الحقيقه، اجيب له فراوله في الحقيقه، اجيب له رمان في الحقيقه، اجيب له تين في الحقيقه. لون ازرق. ازرق زي ايه؟ زي البحر. لون اصفر. اصفر زي ايه؟ زي الموز، زي المانجا، زي الليمون، زي مش عارف كذا. طب ارسم لي موز، طب ارسم لي مانجا، طب ارسم لي ليمون، طب ارسم لي مش. انت بدات تخلي الواد يمسك القلم. الطفل اللي انت ماسكه عدهم لي. بدات تدي الواد من الكراسه اللي فاتت مهارات الاعداد ومهاره مسكه القلم ومهاره التلوين وهكذا مع باقي الالوان. طيب خلاص الطفل عرف الالوان. وبقيت تقول له ايه؟ الباب ده لونه ايه؟ الجاكيت ده لونه ايه؟ القميص ده لونه ايه؟ الحيطه دي لونها ايه؟ تعرف على الالوان الاساسيه. خش يا باشا على الالوان، على الاشكال الهندسيه.
ها نفس الفكره. ايه ده؟ مثلث. طب ارسم لي مثلث. طب عدد دول كمثلث. طب لون المثلث. ايه دي؟ دايره. طيب عد لي دول كام دايره؟ فين الدايره الكبيره؟ فين الدايره الصغيره؟ انت بتراجع على المهارات اللي فاتت وفي نفس الوقت بتديله مهاره جديده وفي نفس الوقت بتعلمه يرسم. ده هياخدنا بعد كده ان احنا نبدا نعلم الطفل مسكه القلم. الطفل بدا ينكر، بدا يرسم الوان، وساعده مفيش مشكله. تمام؟ خلاص الطفل مسك الاشكال الهندسيه وبقى ماشي الدنيا حلوه. بقى امسك اخر حاجه العلاقات. تمام؟ العلاقات دي تعتبر المرحله اللي قبل الاخيره اللي قبل السخافيه. وكده خلاص يبقى الطفل خلص معاك برنامج التخاطب. يبقى الطفل بقى يتكلم معاك حلو قوي. يبقى الطفل ماشي معاك تربويا حلو قوي. خلي بالك وفي مهارات هنا في البرنامج المصري للغه والتخاطب حاجات احنا عاملينها جديده مش موجوده في البرامج اللي قبل كده. يعني احنا عندنا مثلا زي ما قلنا المجموعات الضمنيه ال 350 كارت احنا مقسمينهم مقاطع، مقسمينهم اصوات، بعدين كلمه، بعدين كلمه من مقطع واحد، كلمه من مقطعين، كلمه من ثلاثه، كلمه من اربعه. وباللهجه العاميه. يعني مثلا ايه؟ اهي بطاطا، ولاعه، حمامه، بنتكلم باللهجه العاميه. تمام؟ عندك المواد الخام ده اول مره برضه تنزل في برامج التخاطب. دي تعتبر احنا لسه منزلينها. ليه؟ عشان انا عاوز ازود المهارات المعرفيه عن الطفل. عاوز اعرف الطفل الدنيا حواليه ايه؟ زمان الاطفال في الاحياء الشعبيه وفي الفلاحين لما كانوا يروحوا مثلا الغيط او ده ينزل يلعب في الشارع كان يشوف الحاجات دي. وكان عارف ان ده خامتها كذا وده دلوقتي ما بقتش موجوده. فابدا انا اعرفها له واوريها له، واوريها له في الكتاب، واوريها له في الحقيقه، واوريها له على النت. يبدا يعرف اصل كل حاجه ايه؟ القصص، التكنولوجيا لهت الاطفال عن الحاجات دي كلها. الوصف، المواد الخام، نفس الفيلم العلاقات. العلاقات دي برضه هتبقى مهاره عاليه قوي على الاطفال اللي هم ايه؟ لسه متاخرين. عشان كده انا جايب من اول السلم من اوله. ببساطه خالص مقسمينها دروس. ببدا امسك الطفل الحاجه اهو واقول له ايه ده؟ يقول لي الموز. اقول له الموز لونه ايه؟ الموز لونه اصفر. بنشتري الموز منين؟ بنشتري الموز من السوق. بنعمل ايه من الموز؟ كذا 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 كذا. ايه ده؟ التوم. ايه ده؟ الجمل. وشويه معلومات عنده، اسئله واجوبه. ايه ده؟ الفيل. ايه ده؟ الديك. ايه ده؟ البغبغان. البغبغان من ايه؟ البغبغان بيعيش فين؟ البغبغان بياكل ايه؟ البغبغان وهكذا. البغبغان بيولد ولا بيبيض؟ تقول له مرات البغبغان بتولد ولا بتبيض؟ الفرخه بتولد ولا بتبيض؟ مرات الفيل بتولد ولا بتبيض؟ طيب خلاص اديته الدرس الاولاني وده الدرس الثاني اهو. هتلاقينا خدنا برضه فاكهه، خضار، حيوان، اليف، حيوان مفترس، طير، اليف، طير بري. ابدا اخليه جوانب الدرسيه. انت عندك مثلا اهو اقول له بقى ايه الاختلاف في الشبه. عندك هنا مثلا في الاسئله اللي في الاخر اهو. طبعا احنا معاك حوالي 30 درس. كل درس فيه صفحتين اللي هي 6 حاجات. يعني انت 30 في 6 هتعلم الطفل يقارن ما بين كل الحاجات دي. ايه الاختلاف في الشبه ده؟ يعني مثلا في اخر البرنامج خالص اهو او الدرسين اللي احنا شفناهم في الاول خالص اهو. ايه الفرق بين الموز والثوم؟ طيب الموز من الفاكهه لكن الثوم من الخضروات. الموز لونه اصفر لكن الثوم لونه ابيض. الثوم بنحطه على الاكل لكن الموز بناكله او بنعمل منه عصير. وهكذا وهكذا. السؤال اللي بعده ايه؟ بيقول لك بقى ايه؟ ايه الفرق بين التين والخس؟ ايه التشابه بينهم وايه الاختلاف بينهم؟ انت ممكن تقول الاثنين بناكلهم. تمام؟ لكن ده فاكهه وده خضار، ده لونه كذا وده لونه كذا. عندك مثلا في اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ ايه الفرق بين الخوخ والبصل؟ ايه التشابه بين الخوخ والبصل؟ ايه التشابه بين المانجا والكوسه؟ ايه الفرق بين؟ بنعلم الطفل بقى يقارن، تعلمه المقارنه. فيبدا الطفل دماغه تشتغل، فيبدا يقارن، فيبدا يقول
كذا، وكده كده انت اصلا مدربه عليها في الاول اهي، يعني انت هنا مدربه ومديله الدرس ومعرفه دي بتحكي عن ايه ودي قصه ايه. تمام؟ اخر حاجه خالص بقى في البرنامج، والطفل خلاص بقى يتكلم معانا حلو، والطفل بقى كويس معانا، الطفل خلاص بقى استلمناه من الانتباه المبدئي، بقى يقول معانا كل حاجه والدنيا ماشيه معاه، ابدا ادربه على السخافات. والسخافات دي لعبه جميله جدا، كل الاطفال بتحبها، كل الاطفال بتشتغل بيها. بيقول لك هنا بقى ايه الهدف من السخافات؟ ايه؟ الهدف من السخافات تنميه مهارات التفكير بصفه عامه لدى الطفل، وخاصه التفكير المنطقي. يقول لك هنا ايه؟ تنميه مهارات التمييز والادراك البصري والسمعي لدى الطفل. بيقول لك تنميه مهاره الاستنتاج وتكوين المفاهيم لدى الطفل، تنميه مهاره المناقشه وذات الحصيله اللغويه لدى الطفل. خلي بالك دي اخر مرحله، وبعد كده هخش في المرحله اللي بعديها. مرحله بقى ايه؟ مسكه القلم ويبدا يقرا ويكتب معايا، ودي هنعملها في محاضره ثانيه. طيب بدرب على السخافات ازاي؟ السخافات سهله جدا جدا، الطفل اوريدي خلاص بقى يفهم كويس معايا من خلال المراحل السابقه اللي اتكلمنا فيها، وبقى يتكلم كويس معايا، وبقى يعرف يشتكي، وبقى يعرف يرد، وبقى يعرف يطلب، وبقى يعرف يزعل، وبقى يعرف يغضب، وبقى يعرف يشارك. كل الكلام ده الطفل بقى يجيبه، وبقى يحكي جمل، وبقى يدير حوار، وبقى يحكي قصه، وبقى يقول ايه اللي حصل في الشارع بره، كل ده بقى يعرف يعمله. ابدا بقى اشتغل السخافات. عندك صورتين، احط ايدي دلوقتي على الصوره الصح اخبيها، واقول له انت شايف ايه؟ ايه الغلط في الصوره دي؟ يبدا الطفل يستنبط. الحمار ما بيستحملش تحت الدش، الحمار ما بينشفش بالفوط، فيبدا يقول له الغلط ايه؟ يبدا يقول له الحمار ما يستحملش تحت، امال مين يستحمل تحت الدش؟ الولد اللي يستحمل تحت الدش، الولد اللي بينشف بالفوط. نفس اللعبه الصوره اللي بعديها، ايه الغلط في الصوره دي؟ يبدا الطفل يقول له الخروف ما بياكلش. لا، الحاجات دي كلها احنا خدناها في البرنامج اللي فات. الكلام ده كله احنا مدربين عليه. في دلوقتي انت بتشتغل مهارات التفكير المنطقي لدى الطفل، اشيل ايدي، الصح ايه؟ الخروف ياكل باتين، وهكذا بقى. حاجات غلط كتير واقول له صح ايه، غلط كتير واقول له صح ايه، وغلط كتير. حوالي مثلا نقول مثلا عندك كده لحد الصفحه كام؟ 35، حوالي 30 موقف. 30 موقف غلط وبقول له الصح بتاعهم ايه. يبدا الطفل يعرف الصح من الغلط، يفكر تفكير منطقي. دربت في كل المراحل اللي فاتت دي كلها، بدايه من التركيز والانتباه المبدئي. عندك هنا اهو احنا بدانا استلمنا من الطفل من اول فين؟ الطفل اللي ما بينتبهش، اشتغلت معاه من اول انتباه المبدئي، بعد كده التقليد، بعد كده تقليد الحركات الفنيه، بعد كده دربت على تقليد اللي هي قطعه الاوامر، بعد كده الانتباه المتقدم. تمام؟ بعد كده تقليد الاصوات، بعد كده تقليد مقطع واحد، كلمه من مقطعين، كلمه من ثلاثه، حوالي 350 كلمه 400 كلمه، كلمه من 4 مقاطع، بعد كده جمله من كلمتين، ادي فيها الافعال، ادي فيها المذكر والمؤنث، ادي فيها الصفات، بعد كده جمله من 3 كلمات، ادي فيها الضمائر، ابدا اعلم الطفل بقى الضمائر بتشتغل ازاي. انا، انت، هم، احنا، هي، هو، انت يستخدم الفعل مع المؤنث ازاي، يستخدم الفعل مع المذكر ازاي، ظرف المكان. بعد كده هنخش على الوصف، ابدا ادي انفعالات، ابدا ادي زمن الفعل، ابدا راجع على اللي فات، الافعال والاسماء والصفات والمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع والانفعالات. خش على القصص، ابدا اشتغل على التفكير المنطقي، ابدا اشتغل على الذاكره، ابدا اشتغل على الانتباه. خش على المواد الخام، مهارات معرفيه، عرف الطفل الدنيا حواليه فيها ايه، وهكذا لحد ما نوصل للسنه. اتمنى تكون المحاضره كانت سريعه عشان نلحق الناس اللي صايمه تلحق تفطر. تمام؟ هجاوب على الاسئله بتاعتكم ان شاء الله. ان شاء الله المحاضره القادمه هنتكلم فيها عن ازاي تعلم ابنك يقرا ويكتب، سواء اطفال عاديين او اطفال ذوي احتياجات خاصه. تمام؟ تشتغل معاهم في المركز، تشتغل معاهم في الدرس، تشتغل معاهم في البيت. احنا كنا بنشرح برنامج التخاطب، ازاي تشتغل مع ابنك في البيت او ازاي تشتغل مع ابنك في المركز، اللي هو البرنامج المصري للغه والتخاطب. اللي هو البرنامج المصري للغه والتخاطب، اللي هي الشنطه اللي فيها المكونات اللي احنا حكيناها.
تمام؟ ليك اسلوب. معاك هنا كتاب شرح، كتاب الشرح ده انت بتعمل بيه ايه؟ بتشوف فيه الاهداف زي ما انا شفت. وتشوف فيه الطريقه اللي انا اشتغلت بيها. اللي مش قادر يحصل على الشنطه يتفرج على الفيديو ويشتغل معاكم في البيت. الفيديو هيبقى مجانا متاح وهضيفه لسلسله المحاضرات بتاعتنا اللي فاتت. هنرجع دلوقتي هنزل لكم الدكتور محمد لو معانا في البث ينزل لنا سلسله المحاضرات اللي فاتت هنا. تمام؟ 5 دقايق بالظبط عشان الناس اللي صايمه تفطر، نلحق نفطر، وهبدا بقى اقول لكم ايه؟ هرد على الاسئله بالسريع. اللي بيسال عن تفاصيل البرنامج، ما هو ده البرنامج اللي احنا شرحناه. البرنامج المصري اللي هو التقاطع. تفاصيل البرنامج اللي هي المكونات اللي انا حطيتها قدامكم وشرحتها. تمام؟ استاذ احمد ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا استاذ احمد. دكتور محمود ربنا يبارك فيك يا دكتور محمود. تفاصيل البرنامج يا جماعه، يا دكتور محمد نزل للناس الصفحه بتاعت البرنامج. نزل للناس الصفحه بتاعت البرنامج، والفيديو ده يا جماعه هيبقى موجود على صفحه البرنامج. تمام؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا استاذ رشا؟ اللينك ايوه هنسيب اللينك يا جماعه، اللينك هنسيب اللينك وهنضيفه في سلسله المحاضرات اللي في العصر المحفوظ. اللينك هيفضل موجود. استاذ فارس بني شمس، نطق الحرف النغم غلط؟ لا مش غلط. بس لما تنطقه النغم تعمل حسابك ان انت بعد كده تنطقه عادي. زي ما احنا شرحنا في الجزئيه بتاعت مقطع ومقطعين و3 مقاطع. تمام؟ أنا سعدت بصحبتكم في المحاضرة دي، وإن شاء الله نتقابل في المحاضرة القادمة. وهرد على الاستفسارات بتاعتكم إن شاء الله، والفيديو هيفضل محفوظ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.